هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. حبايب قلبي، اليوم راح اقدم لكم وفيات مسلسل عالم الست وهيبه الجزء الاول، يعني الفنانين اللي توفوا بعد انتهاء المسلسل. وحبايب قلبي راح اقدم لكم الفنانين اللي موجودين بالجزء الاول وغير موجودين في الجزء الثاني، يعني الفنانين اللي مثلوا بالجزء الاول وعدهم عايشين ما موجودين بالجزء الثاني. راح اقدم لكم صورهم كلهم. حبايب قلبي، بنزلت الحلقه الاولى هواي منكم كتب لي المسلسل راح تنجح، وهواي منكم كتب لي المسلسل ما راح تنجح، وهواي منكم كتب لي متشوقين يشوفوا المسلسل، وهواي منكم كتبوا اتمنى تبقى المسلسل جزء واحد واللي من ضمنهم اني. واكثر التعليقات كتبوا لي راح تنجح. حبايب قلبي، بس اللي راح ينجح المسلسل تاريخ المسلسل واسم المسلسل وذكرياتها اللي انطبعت بذاكره كل العراقيين جيل الطيبين، لان هواي من جيل الطيبين لهم ذكريات بهاي المسلسله. اكيد من راح تنزل هواي ناس راح يصير عندها فضول وتشوق تشوف المسلسله اللي هي كانت مسلسل الطفوله بالنسبه لهم. هواي ناس كانت صغار من طلعت هاي المسلسله وكبروا من ضمنهم اني، يحبون يعرفون شنو صار، شنو تطور، منو موجود بعده، منو راح، منو تغير، منو اجى، منو انضافوا، منو اختفى. فبهذا السبب راح تنجح، اما بغير شيء ما اعتقد راح تنجح بصراحه. انا مو ضد الفنانين الجدد بصراحه. فحبايب قلبي، اتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. تعالوا خلينا نشوف الفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم. نبدا باول شيء الفنانين المتوفين في مسلسل عالم الست وهيبه الجزء الاول. الفنان حاتم السلمان متوفي في 2010، الله يرحمه وناخذ صوره له. الفنانه زاداهي سومائيل متوفيه في 2023، الله يرحمها وناخذ صوره له. الفنان فلاح عبود متوفي في 2022، الله يرحمه وناخذ صوره له. الفنان عز الدين طابو متوفي في 2010، الله يرحمه وناخذ صوره له. الله. الفنانة أمل طه متوفية في 2016، حجية فتنة، الله يرحمها وناخذ صورة له. حبايب قلبي، الفنانة أمل طه موجودة بالجزء الأول بس ما توفت بالجزء الأول، توفت بالحقيقة، فالله يرحمها. قولوا لي من راح يعوض مكانها؟ بصراحة ما أشوف فنانة تعوض مكانها. الفنان عبد الصاحب نعمة متوفي في 2005، الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان طلال القيسي متوفي في 2014، الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان فاضل جاسم متوفي في 2012، الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان مكي البدري متوفي في 2014، الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان صبحي العزاوي متوفي في 2010، الله يرحمه وناخذ صورة له. حبايب قلبي، هذول الفنانين كلهم موجودين بالجزء الاول، يعني ما ماتوا من داخل المسلسل، الله يرحمهم ماتوا بالحقيقه. تخيلوا 10 فنانين من هذا المسلسل متوفين بالحقيقه من الجزء الاول ويريدون يكملون الجزء الثاني. حبايب قلبي، نقول الله يرحمهم. حبايب قلبي، هسه راح اقدم لكم فنانين موجودين في الجزء الاول وغير موجودين في الجزء الثاني من مسلسل عالم الست وهيبه. حبايب قلبي، اتمنى اذا وصلت لهاي اللحظه تدعمني بلايك، وتعالوا خلينا نشوف الفيديو. نبدأ بأول صورة، الفنانة تمارا محمود غير موجودة في الجزء الثاني. طبعا الفنانة تعتبر من بطولتها المسلسل اللي صارت حبيبة مهيد بالجزء الأول. تحياتي للفنانة تمارا وناخذ صورة له. الفنان سامي قفطان غير موجود في الجزء الثاني. حبايب قلبي، الفنان موجود عايش بس ما موجود بالجزء الثاني. تحياتي للفنان سامي وناخذ صورة له. الفنانة ابتسام فريد غير موجودة في الجزء الثاني. طبعا بعدها عايشة بس ما موجودة بالجزء الثاني، موجودة بالجزء الأول. تحياتي للفنانة ابتسام وناخذ صورة له. الفنانة بيداء رشيد اشتهرت بدور أميرة. حبايب قلبي، هو كتبوا لي عنها. حبايب قلبي، هاي الفنانة بالجزء الأول ماتت بالمسلسل، يعني هي بعد موجودة الله يعطيها الصحة والعافية، بس بالمسلسل ماتت. تحياتي للفنانة بيداء وناخذ صورة له. الفنانة ميس قمر موجودة في الجزء الأول وغير موجودة في الجزء الثاني. هواي منكم ما يعرفون الفنانة ميس قمر موجودة بالجزء الأول. تحياتي للفنانة ميس وناخذ صورة له. الفنان مازن محمد مصطفى غير موجود في الجزء الثاني بس موجود بالجزء الأول. تحياتي للفنان مازن وناخذ صورة له. الفنانة عبير فريد اشتهرت بدور فائزة. حبايب قلبي، الفنانة متوفية في الجزء الأول. أنا بالحلقة الأولى نزلتها قلت عايشة،
بس هي طلعت متوفيه، نسيت انا الله شاهد. هو ذكروني منكم بالتعليقات الفنانه ماتت بالجزء الاول، يخلوها موجوده بالجزء الثاني، بصراحه وهاي كارثه. تحياتي للفنانه عبير وناخذ صوره الفنانه شعاع غير موجوده في الجزء الثاني، وهي موجوده في الجزء الاول تطلع اخت مهدي اسمها ايناس. من يتذكرها؟ تحياتي للفنانه شعاع، وان شاء الله يا رب تكون بخير، لان ما حد يعرف عنها وين وايد ناس نشروا بانه هي فلان مكان وفلان مكان فلان مكان، كله كذب، كلها يجيبوا يعني هي اشاعه وطشت، واحد يقول بالمانيا، واحد يقول بالسويد، واحد يقول بالاردن، واحد يقول بامريكا. تحياتي للفنانه شعاع، وان شاء الله يا رب تكون بخير وناخذ صوره. الفنانه هند الحسني غير موجوده في الجزء الثاني، موجوده بالجزء الاول. تحياتي للفنانه هند وناخذ صوره. الفنانه عواطف السلمان غير موجوده في الجزء الثاني، طبعا موجوده في الجزء الاول هي. تحياتي للفنانه عواطف وناخذ صوره. الفنان عدنان شلاش غير موجود في الجزء الثاني، وهو موجود في الجزء الاول. تحياتي للفنان عدنان وناخذ صوره. الفنان محمد طعمة التميمي غير موجود في الجزء الثاني، طبعا بالجزء الاول يطلع ضابط ودوره كلش مهم، ومع الاسف غير موجود في الجزء الثاني. تحياتي للفنان محمد وناخذ صوره. الفنانه ايمان ذياب مختفيه وغير معروف عنها، وبس ما موجوده بالجزء الثاني. الفنان احمد شكري غير موجود في الجزء الثاني، يطلع حماد بالشرطه بالجزء الاول. تحياتي للفنان احمد شكري وناخذ صوره. الفنان هاني الانصار اشتهر بدور غسان، مختفي حبايب قلبي، حتى بالجزء الثاني ما موجود، هو يقولون المسلسل الوحيده هاي إله. تحياتي للفنان هاني، وان شاء الله يا رب تكونوا بخير وناخذ صوره. الفنان عادل عثمان غير موجود في الجزء الثاني، بالجزء الاول كان موجود بالاستخبارات. تحياتي للفنان عادل وناخذ صوره. الفنان بهجة الجبوري غير موجود في الجزء الثاني، يطلع والد الفنانه تمارا محمود بالمسلسله، طبعا افضل شخصيه ما موجوده بالمسلسله. تحياتي للفنان بهجة الجبوري وناخذ صوره. الفنان عمر الحريري غير موجود في الجزء الثاني، حبايب قلب الفنان هم مختفي. تحياتي للفنان عمر، وان شاء الله يا رب يكون بخير وناخذ صوره. الفنان مكي عواد متوفي في المسلسل الجزء الاول، لهذا السبب غير موجود في الجزء الثاني. حبايب قلبي هواي منكم كتبوا لي بالتعليقات وين نواف، وين الفنان مكي عواد، ليش ما موجود وياهم من نزلت الحلقه الاولى. حبايب قلبي الفنان توفى بالجزء الاول كتلم هيدي، فلذلك غير موجود في الجزء الثاني. مع الاسف هواي فنانين توفوا بالجزء الاول رجعوهم يعني، وهذا الشيء غلط بصراحه. فتحياتي للفنان مكي عواد، وهو موجود ترى عايش وبس مريض بصراحه. تحياتي للفنان مكي عواد، اتمنى تدعوا له بالشفاء العاجل لان هو مريض، وناخذ صوره له. الفنان فريد كريم اشتهر بدور الطفل ستار، موجود في الجزء الثاني ولكن بدور غير فنان، يعني حبايب قلبي غيروا شخصية الطفل، جابوا غير فنان بالجزء الثاني يقود دوره. طبعا اسف واعتذر، غلطت بالجزء الاول بالصورة بصراحة، والله بالصورة خليت لكم غير صورة، هو هم الطفل، وهاي صورته اللي ما شافه بابطال مسلسل عالم الست وهيبة، وهاي صورته من كبر جبتها لكم، يعني سويتها بالجزء الاول وهذا بالجزء الثاني موجود. فالطفل اللي طلع بدور ستار هاي صورته من كبر. فتحياتي للفنان فريد وناخذ صوره. الفنانة سعاد كرم غير موجودة في الجزء الثاني. تحياتي للفنانة سعاد وناخذ صوره. الفنانة آلاء شاكر غير موجودة في الجزء الثاني. تحياتي للفنانة آلاء وناخذ صوره. الفنان أحمد طعمة التميمي غير موجود في الجزء الثاني. تحياتي للفنان أحمد طعمة التميمي وناخذ صوره. حبايب قلبي لهنا وخلصت الحلقة. حبايب قلبي أتمنى تناقشوني شو رأيكم. أكثر من 20 فنان متوفي، البعض منهم متوفي والبعض منهم غير موجود في الجزء الثاني، بس هم عايشين. أكثر الناس راح تقول غير هم كبروا بالعمر لذلك ما ينجح الجزء الثاني، لأن الفنانين الأصليين اللي مثلوا بالجزء الأول مر على مرور المسلسل 27 سنة، تخيلوا. فلذلك أنا أقول أتمنى يبقى المسلسل وحده، بس مع الأسف صارت المسلسل وجاي يشتغلون بيها، وإن شاء الله يا رب تنجح ويبدعون بيها إن شاء الله. حبايب قلبي أتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تحياتي لكم حبايب قلبي، وياكم محمد الكظمي.